ده اللي ممكن يحصل لك لو فضلت تغني في الحمام، فحاول ما تعملش كده. بتدور احداث القصه مع رمضان، وده شاب من مصر وعنده حوالي 19 سنه. بيقول انه في يوم اشترى قطه صغيره علشان يربيها، وكانت كل يوم عن يوم بتكبر وكان بيحبها جدا، لحد ما في يوم بدأ أسلوب القطة دي يتغير معاه. كل ما يجي يلعب معاها يلاقيها تبعد عنه وتبص وراه. فرمضان وقتها كان متضايق منها جدا. القطة ما عادتش بتلعب خالص، بقت طول الوقت بس وهو في البيت بتمشي وراه يا إما قاعدة قدامه. والكلام ده فضل يحصل لحد يوم عيد ميلاده. وقتها كل شيء اتكشف. اتعمل لرمضان في اليوم ده حفلة جميلة، وكانت الشموع قايدة والنور مطفي، واخته ماسكة تليفونها وعمالة تصور بيه. واول ما جت الكاميرا على رمضان اخته فضلت تصرخ، فكلهم راحوا عليها وسالوها مالك عملت كده ليه. فورت لهم وقتها الفيديو اللي هي صورته، واللي بان فيه ظل اسود واقف ورا رمضان وعمال يبصله. وكانت على اليمه التانيه القطه واقفه هي كمان وبتبص للكائن ده. فهنا عرف رمضان سبب تغير سلوك القطه، لانها كانت شايفه اللي هو مش شايفه. ولما راح لشيخ وعرض عليه الموضوع ساله وقتها شويه اسئله، وكان من ضمنهم بتغني في الحمام، وده فعلا رمضان كان بيعمله. فرد عليه الشيخ وقال له ان دي كانت جنيه عاشقه، ولكنها لسه ما اتملكتش منه، يمكن علشان القطه كانت منعاها، الله اعلم.